يا صباح الهنا والسعادة على الحبايب أم هنا. النهاردة يا غاليين جايبة شوية مشتريات، عايزة أخش في الفيديو على طول عشان تستفادوا بيه. النهاردة جايبة توابل من عند العطار. كل كيس من دولة جايباه ما بيزيدش عن 10 جنيه، يعني جايبة ب100 جنيه توابل هتقعد معانا شهرين، يعني 60 يوم التوابل دي. وأنا هوريكم الطريقة بتاعتها، بس أخش في الفيديو على طول عشان خاطر التوابل ما تنساش مني. الأول كاري وزعتر وبابريكا وفلفل أسمر وحبهان جوز الطيب ورق لورو، كزبرة ناشفة، كمون، فلفل حامي مجفف. كل التوابل دي فأنا جايباها، وفلفل أسمر حي. كل ده أنا جايباه وهكتبه لكم في صندوق الوصف كله بإذن الله. عشان إيه؟ وتوابل فراخ وتوابل لحمة برضو، كل ده أنا جايباه من عند العطار. طبعا الأسعار من عند العطار بسم الله ما شاء الله عليه، بصراحة ربنا، والتوابل بتاعته جميلة. فأنا بجيب من عنده بصراحة كل حاجة بتاعتي. حطوا اللايك يا حبايب قلبي يغلي، ما تنسوش اللايك والاشتراك لحبيبتكم أختكم. جبت ايه تاني يا ام هنا؟ جبت ازازة زيت ب55 جنيه، وجبت كيلو سكر عشان ما كانش عندي سكر، كان ب35 جنيه. وجبت طبعا نص كيلو شعري، ونص كيلو ايه تاني، لسان عصفور. بعمل له ايه ده؟ بحبه يعني بحب لسان عصفور في البيت. وطول ما معايا باجي من مصروفي ولا جبت حاجة من البيت، بحب الحاجات دي بجيبها وبخليها في البيت. وبرضو جبت ب10 جنيه طحينة، أنا بحب الحاجات دي تبقى ببيتي. طول ما تفيض معايا أي حاجة بجيبها في البيت وأخليها. ليه؟ الحاجة دي بتنفعك، بيجي يوم وينفعك، يعني بتطلعيها بصراحة بتنفع. جبت معايا بقى ايه، انا كنت في السوق وقلت ابضع بقى واجيب معايا ايه شويه حاجات. وطبعا لما بجيب توابل بكون مخزنه فلوسهم كده على جنب، اروح جايباها وراكناها في بيتي. جبت انا وجايه كيلو من الكبده. طبعا الكبده زي ما انتم شايفينها زي الفل، عزمه مجمده يعني مستورده. بس انا بغسلها بطريقه حلوه، وبصراحه ربنا بنجيبها من عند واحد نظيف وكويس وموثوق منه، حاجته طول عمرها حلوه جدا. عملت، كنت جايبه معايا مكرونه. رحت عاملة ال الكبدة وغسلتها غسلة حلوة ورشيت عليها ليمون، وسبتها تنزل دمتها بقى كده وتصفى خالص وتنقي نفسها وتنظف نفسها. عايزة اعمل حبة بقى ايه الغدا بتاع الاولاد عشان جايين من الدرس، وايه شوية مكرونة كده مسلوقين بالصلصة بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، بصل مع طماطم مع معلقتين صلصة مع واحدة فيفوز. سبكتهم سبيكة حلوة كده وشلتهم. دقت بقى ايه يا غالين؟ دقة المكرونة طبعا توم مع بابريكا مع شطة مع خل مع ليمون مع فلفل أسمر مع كمون. دي الدقة بتاعتي، وأنا بخليها وساعات بعبيها في علبة وبحطها في التلاجة. وقت ما ببقى عايزة مكرونة بطلع منها شوية كده، بصراحة حلوة جدا في المكرونة. الكبدة بتاعتي بصوا جمالها، بصوا النظافة بتاعتها. طبعا انتوا شايفينها بسيطة وسهلة، كبدة اسكندراني جميلة. توم برضو كنت انا رشالها الملح بتاعها والليمون، سبتها صفت خالص. يا ريت بقى الكبده بتاعتكم صفوها، يعني تحصروا عليها الحاجه بتاعتها برضو التوابل، وخلوها على مصفى الصف اي حاجه فيها. ليه؟ لما بتحطها في زيت زي كده بس تطلع نظيفه وحلوه وجميله. وتحط عليها الفلفل الاخضر ده، انا بحط الفلفل اخر حاجه خالص عشان يدي الطعم ده ويدي الخضر بتاعه. طبعا وكان فلفل بارد، حطيت ايه طبعا الفلفل اللي انا كنت جايباه مع التوابل. وده كان غدانا اخوات وحبايبي، ودي الدقه بتاعتنا، وده كان غدانا النهارده. ويا ريت لو عجبكم الفيديو وعجبتكم من قناه ام هنا دعموني ووقفوا معايا عشان باذن الله استمر. ربنا يسعدكم يا رب وخليكم ليا، واسيبكم في رعايه الله وحفظه، مع الف سلامه.